السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج تمرين جديد مع شريك التمرين الجديد كابتن زهقان الغامدي. قدامي 5 دقايق واوصل للجيم. معانا تمرينة انتيريور عنيفة. ده فلوج ده؟ فلوج رسمي. خد سلم على سباع. اطلع سباع في الفلوج ده. هو شادي طارق يا عم. سباع اخويا، انت طالع في الفلوج معانا. اخويا شادي طارق. عامل ايه؟ صاحب اقوى براندين في العالم ولا 3؟ 4 دلوقتي. 5؟ يا حبيبي يزيدوا في المكالمه ولا ايه؟ الكواليس يا جدعان، راجل الكواليس، الجندي المجهول. 7 عدات؟ انت هتجيب 9. انت كبرت قوي عن المره اللي فاتت. انا بقالي 3 ايام ما اتمرنتش. انا اللي بتمرن. دي لود ديلوت كمان. تسخينه. طب خش اعمل ايه؟ الواحد ما عندوش شغف يا اخي يتنفس. الشغف كله هيرجع. يرجع ايه بقى؟ والله العظيم المفروض نضرب استرويد. بودي ريكومبوزيشن هيلاقونا بنزيد عضل وبنقل دهون. ايه؟ هو انت طالع في الفلوج ليه؟ ثانيه بس معلش، استنى احسن. يلا يا حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي. يا خلاص عشان انا لسه واكل. يعني تخيل بس لما تشوف فيه العب وانت بتعمل كده في نص الجيم. هو اساسا مش ممنوع هنا في الجيم. الجيم ده ميكس باين صح؟ ميكس. انا ما بس انت ما يصحش، مش اصول يا صاحبي. ايه ده يا ابني ده؟ انا ليه أسطورة هطردك بجد؟ بره الواد ده بياخد تيست. بص لغايه بره الفلوج، بره الفلوج. بص ظهره، بص حبوب ظهره بيتكرع تيست. ايه ده؟ بره الفلوج يا ابني. خش. نسبه دهونه 84% بقى. كام عده دي؟ طلعني بس. 20 عده بس. جامد. حاسس اني عايز اجدد شويه. عاش. ده غضب، ده مش. انا حاسس كده فعلا اكتئاب. الحركات دي خلي بالك. لا ما اعرفش اطلع بالوزن اهو. سمعت الدس اللي بعته لك؟ سمعته. ايه رايك؟ لا عظمه. طب انت ايه هتبدا على طول؟ لا بجمع الطرات جنبه. موضوع ان احنا بنبدا شولدر بريس ده بيأثر على وزني في البريسات. هيأثر على وزنك في البريسات. طبعا. عارف انت بقى الناس في الكومنتات تروح كاتبه الجمله دي وتلاقيهم بيلطموا بقى، فاهم، وبيعيطوا في الكومنتات. ما يأثر. طيب خلاص. طب ازاي مش هيشوف نفسه حاطط طارات كتير؟ ايه؟ ازاي مش هيشوف نفسه حاطط طارات كتير؟ ما انت عايز كل حاجه في الدنيا، عايز تبدا بالشولدر بريس وعايز هو اصلا برضه. دلوقتي محدش بيبدا بالشولدر بريس ده لعلمك. ما حدش بيلعبه اصلا. الكلام ده اتلغى. ايه ماشي كده بسرعه؟ انت اتضايقت ان انت مطرود من الفلوج ولا رعاية ايه؟ الله. طب قول للناس وحشتوني. بس هم اهو. قول لهم ان انت هترجع. هو قصده ان الجمهور بتاعك ده مش ناس، فاهم؟ الناس مين اللي يقصد كده. طب يلا يا حبيبي يلا شوف انت رايح فين. يلا خلاص يلا يا حبيبي. بقول لك ايه، هنا في المكان جابوا جيم بين حديد. خدت ده بالي. عشان يشوفوا الجيم بين بتاعتك. يحلف؟ والله العظيم كابتن بودي اللي قال لك ايه؟ قال لي كان في جيم بين هنا حمرا في اسود، دي بتاعتكم. اه. فبقول له بتاعت صاحبي. قال لي قول له شكرا جدا، وعلى العموم احنا، هو افتكر ان انت سبتها للجيم يعني. قال لي على العموم احنا رحنا اشترينا بعد ما شفناها ميتال. كتافي وجعاني يا اخي، كتافي وجعاني وجع غريب. يا ابني اقسم بالله كله من السبريت اللي احنا ماشيين عليه. احنا لو نرجع بس ابر لور. يا ابني ابر لور دي يعني انت يرضيك بعد ما اخلص في بريس اروح العب ليج اكستنشن؟ كل السبليتات جميله وحلوه. ماشي كلها تحفه. كلها رائعه. نلعب بقى ابر لور. ما انا مش هلعب يوم رجل انا. يا اخي يوم بسيط كده بس. يوم ايه ده؟ كل يومين هلعبه. الدنيا مش بخير. الدنيا جو مقرف. انت مش باين في الكادر على فكره. لو مش تيجي عايز على أعمل يميني باين. تبقى عملت الصح. هي انت يا جت ابني على للدرجه الكادر. دي قرفان من الدنيا؟ جت على الكادر يعني. ايزي. بس خلاص سيب الوزن. خفيفه قوي. خفيفه. خضتني قلت سيب الوزن ليه؟ يا ابني انا مش قادر، صدري وجعني قوي. يعني انا الوزن خفيف بس صدري حاسس بشكه جامده فيه. طيب انا شايف ان نبدا 80 كمان. نفسي اعرف بتريح كل ده ليه؟ مش هنعرف اتمرن. يا ابني هم من دقيقتين ل3 دقائق حلو قوي. يعني ولا هرتاح في الدنيا ولا في التمرين. يا اخي سيبنا ارتاح في حاجه. انا هسمي الفلوج ده زعلان الغامدي. مكتئب هو النهارده عامه. النهارده بس الرجاله ما بتكتئبش. صح، الرجاله بتعمل نفس اللي بتعمله كل يوم حتى وهي زعلانه. اهو اربط واشيل الوزن ويقع فوق دماغي. طب انا حاسس ان احنا كده المفروض لا بلاش. لا.
المفروض انت اللي تعمل الكلام ده مش انا عادي بقلع كل فلوج. لازم تخبي، لازم تخبي عشان اللي عندنا دي مش عضلات. والله دي حقيقه. احنا فشلنا في ان احنا نعمل عضلات. طب نجحنا في ايه طيب؟ ولا اي حاجه. احنا لسه بنبدا. في ناس غيرنا دلوقتي قاعدين في القصور بتاعتهم. صح. عايز تطلعني ولا اطلع انا لوحدي؟ اطلعك. جاتش على دي بقى فيها لوحدي. اتنين. جميل ان شاء الله. جامد. جميل ان شاء الله زي الفل. سيب عدتين في بس التانك. ما ينفعش. سيب عدتين في الناس التانك. لو شافت الكلام ده هتاكل وش. يا عم انا مش في المود يا عم. انا جاي صايم اصلا. نفسي تفطر. افطر ايه؟ بتصحيني 9 وتنزلني 10. افطر امتى؟ انا بوجه رساله لاي حد بيتفرج على الفلوج ده، الشتاء اللي جاي ده كله يتمرن بهودي، ما يبصش على نفسه غير اخر الشتاء. يتصدم بقى بالقرف اللي هو وصل له، فاهم؟ يشوف هيعمل قد ايه عضلات. عضلاته وزاد دهون. انا عندي احساس ان المجموعه دي هتصاب فيها. ليه يا عم تتصاب ليه؟ صدري وجعني قوي. طب وبعدين عايزين نعمل عضل، يرضيك الناس تقول كده اتمرنت معايا ما عملتش عضل؟ مش قادر، بس هتصاب. في شكه بنت وسط. تعالى نعمل باك اوف. تعالى. يا ابني مش هلعب شيست تاني. مش هتلعب شيست تاني؟ مش قادر. مدى الحياه؟ هطلع للدكتور والله دلوقتي؟ اقسم بالله بعد التمرينه. تقول له ايه؟ دكتور ايه؟ الدكتور علاج طبيعي يا عم اللي بروح له. طب ما يخليه على رجلي ظهري. تعالى معايا. وبعدين يا جدعان في الكلام ده يا جدعان، يا ابني ما انت لعبت مجموعتك حتى. انا مش هلعب شيست خالص. مش هلعب شيست لحد اخر الشهر. الحمد لله جت من عندك. لا ده بجد. مش عايز العب انا كمان شيست. سامع النغمه دي؟ اه. منفصل ولا من الماشين؟ خش. احنا جايين نهزر بقى كده. انت كده كوميدي. اشرف عباقي مش هيحلك على فكره. يا عم زعلان الغمدي. يا عم هي جت على دي يعني، والله محصله بعضيها يا عم شادي. قاعد كاتب لي امتى تحس انك فخور بنفسك؟ امتى تحس ان انت فخور بنفسك؟ ولا بسام النهارده عمر ما تبقى فخور بنفسك؟ حاسب اللي انت فيه النهارده عمرك ما تبقى فخور بنفسك. ده سؤال مهم والله. لما تحل، فاهم؟ لما تطلع نفسك من المشكله انت فيها. غير كده انت ما ينفعش تبقى فخور بنفسك. مجرد المحاوله تبقى فخور بيها والكلام ده هو ده اللي بيفشلك. صح كده؟ مفيش حاجه اسمها كده. كل الناس بتحاول عادي، مفيش حد من جواه بيبقى ان هو مش عايز يحاول. كل واحد المحاوله بتاعته بتختلف من منظوره، فاهم؟ بس لما تنجز بقى فعلا وتحل ساعتها تبقى فخور بنفسك. يعني انت عايز تقول ان انت ما تبقاش عمال على بطال تقول فخور بنفسك، بتحاول فخور بنفسي، بفكر فخور بنفسي، فاهم؟ لا انت كده بتطبطب على نفسك مش فخور بنفسك. بعدين نتفاهم. جميل. ضايق ان شاء الله. قول. لو انت ما كنتش بتقدم كونتنت فتنس كنت هتقدم كونتنت ايه؟ اي حاجه بعملها لبس. كنت هعمل لها كونتنت. لا يعني لو في حاجه معينه انت عايزها. يا عم انا لو كنت سواق اوبر كنت هعمل فلوجات وانا بسوق. ايوه ماشي، اختار حاجه. انا اختار. انت اللي تختار. لو انت ما كنتش هتعمل فتنس كنت هتعمل ايه؟ كنت هعمل فيديوهات ستايلينج. ما انا بقول كده. هانفست كل فلوسي في اللبس. واعمل فيديوهات ستايلينج كتير. فهيجي لي UGC، هاخد فلوس البراندات اللي بتخليني اصور لها دي وافتح براند. صح، فكره حلوه. دي شغلانه اهي، ممكن تطلع واحد من مأزق هو فيه. كل اللي انت محتاجه ايه؟ اي حد عايز يطلع من اي حاجه يقدر يا بس. انت محتاج كل اللي انت تعمله ايه؟ ان انت تفتح بنترست وتتابع موديلز كتير، تشوف الناس بتلبس ازاي، تلبس ستايل مش منتشر في بلدك مثلا. يعني هنا في مصر لبس الرجاله يعتبر اختفى خلاص. كله موليتات وبتاع والكلام ده. البس شيك كده، خليك مهندم، هتلاقي الدنيا شغاله معاك عادي. البراندات بتبعت لك تقول لك جرب البنطلون ده، تقعد تعمل حاجات ببلاش، بعد كده تبقى بتاخد يعني فلوس. مفيش حاجه انتهت يعني، ده اللي عايز تقوله؟ ايه؟ مفيش حاجه اسمها الكونتنت هنا خلاص انتهى او كده؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا الواقع ملوش دعوه بالازمات النفسيه. يعني انت لازم تبقى في وسط ما انت مدعوك نفسيا والدنيا جايه عليك، انت عارف ان انت مالكش مبرر للفشل، يعني فاهم؟ طب بالنسبه للفشل ان احنا فاشلين نعمل عضلات، ده ايه؟ دي بقى الصراحه فاهم، ملناش مبرر فيها فعلا.
صح، في مبرر للموضوع ده من وجهه نظري، ايه؟ هو ان انت محتاج تاكل قبل ما تيجي. انا ظهري بيوجعني بجد والله العظيم لما بقف. انت مش واخد بالك ان انت كل مره بتتمرن صايم؟ ما انا لو وقفت حضرت وجباتي ده ظهري بيتدمر، فاهم؟ انا لازم اعالج ظهري. طب ما انت أنا اول خطوه في ان انا انجح في حياتي ان انا اعالج طب ظهري. ما انت متجوز يا ابني، ليه تقف انت تعمل اكل؟ ما مراتي بتصحى ولا الناس مش متأخر عارفه بقى. الموضوع ده؟ لا الناس عارفه، انا قلت لهم في الستوري. هو عشان قلع الدبل يعني خلاص فاكرين مش متجوز؟ ما انا مش هاجي اتمرن بيها في الجيم يعني. وبعدين في جيم كراش هنا يعني مش هينفع تشوفني لابس الدبله ده. انا بهزر، ها بهزر. في بقى سؤال احلى من السؤال اللي قبله. واحد بيقول ازاي ابدا وانا مفيش ماديات ان ابدا. مش هحلك. والله يعني تقول مش اللي لازم بيقول الواحد يقعد يتكلم في الماضي يعني، فاهم؟ بس عادي اي حد بيبدا من غير ماديات عادي. كده. طب ما هو هيبدا ازاي وهو مش معاه فلوس؟ زي ما انا بدات عادي. وانا كنت بعمل ايه؟ بفتح الكاميرا واصور. انت عايز فلوس تعمل بيها ايه؟ مش يعني افرض هو معهوش فلوس تجيب موبايل مثلا، هات موبايل بالقسط. موبايل بالقسط ويصور بيه، افرض فشل. ما يديش فرصه ان هو يفشل. في واحد هينزل 3 فيديوهات في اليوم، واحد منهم حلو، هيفشل؟ واستمر؟ لا. مش هيفشل، مستحيل يفشل. ما انا بقول لك واستمر، عشان ممكن ينزل في يوم 3 فيديوهات بعدين يريح اسبوع عادي. انا لا سيبك من إن هو كده فشل نفسه. انا قررت اطلع بطوله السنه الجايه، اطلع WMBF ولا اطلع حاجه محليه هنا في مصر؟ WMBF وخرا ايه؟ هتصرف في ROI صفر، فاهم؟ عشان اثبت لهم ان الطبيعي يكسب. اصل انت كده WMBF اللي هتطلع منه صورتين، اه وهنا في مصر اللي هتطلع منه نفس بس خدت الصورتين. كريدت ان انت طبيعي. كريدت ايه وخرا ايه يعني؟ لا ما تاخد كريدت ان انت طبيعي وكسبت اللي مش طبيعيين. دي تصدق اجمد دي احلى، بكتير. دي اروش. دي اجمد بكتير. بس مين قال لك ان انت تكسب بقى اللي مش طبيعيين؟ ما انت مش هتبقى طبيعي بس بتقول ان انت طبيعي. ده زي ما كل الناس بتعمل. ايوه لا انا مش هتخلى عن مبادئي عامه يعني. يا عم مبادئ ايه بس؟ ايه يا عم اخطر ايه اخطر حاجه في الاسترويدز؟ اخطر حاجه؟ لا مش ماده، قصدي يعني الناس دايما تقول لك اخطر حاجه انه ياثر على قلبك، الناس تقول لك اخطر حاجه انه ياثر مثلا كلى. على كلى، على الكبد. انا بصراحه شايف اخطر حاجه هو ان انت مش تتقبل نفسك تتمرن طبيعي تاني بعد كده. والله مش عايزين يتتفه يعني. مش عايز اتفه من المخاطر يعني. هو عامة اللي جاي بقى فعلا بيبتايد. العالم كله هياخد بيبتايد. بس مش تقارن بالاسترويد. انت مش عايز تاخدها عشان تعمل لك عضلات، هي بتحل مشاكل كتير قوي. زي مشاكل الشيست مثلا اللي حصلت لي دلوقتي دي. مثلا ما انت لو بتاخد BBC دلوقتي كان زمانك خفيت من 10 الناس دقايق. كلها تكتب في الكومنتات دلوقتي تجيب BBC منين؟ سالم نفسي. انا كنت احط الوزن بس سبته لك انت تحطه. شايف انه ما ينفعش اقل من 82. 82؟ ايوه 82. يا انت مره تلعب 75. انا لاعب ب 75. ايوه. فيها كام عدة دي؟ واحد. يلا. 1 2 3. بتاع فشخ جلدي بيتزحلق على جلدي. اجمد بقى، اجمد، خلص مجموعتك بعدين نشوف الموضوع ده. 4. يلا كمان 5 ان شاء الله. دلوقتي يا جدعان عندي مشكله كبيره جدا وانا بلعب لاترال ريزس، خصوصا على الماشين، هو ان انا حالف بالله العب ترابيس، يعني ما بعرفش اكتفي برينج اوف موشن ده، لازم بكمل لحد هنا عشان احس ان انا ايه لعبت بمدى حركه كامل. نفسي حد يفكرني بس مفيش حد معبرني. يا عم انت لسه دخلت، مين قال لك ان انا ما كنتش هقول لك؟ انا بلعب لحد كده، نفسي حد يوقفني. طب يلا يلا. خلاص اتعود بقى، مش كل مره هتخبط. برضه. طب والله العظيم حاسس انا كده قص الرينج اوف موشن. يا عم قاصص ايه بس؟ طب احنا ليه ما قفلناش؟ كتف عايز عدد مش عايز اوزان. احرق العضله. يلعب. لسه 2. سيب عدد في التانك. بس انا لو قلعت انا ممكن اتحسد بصراحه. ما انا حاسس كده. يعني هيستغربوا ازاي حد عنده القدره ان هو يخسر عضلاته بالسرعه دي. نفسي تخش، بلاش نريح ساعتين. اخش ازاي من غير ما اعمل بلور على الصوره؟ برضه ما قلتليش لو عايز اكبر ده انا اعمل ايه؟ يا عم قلت لك بعد الفلوج هقول لك.
انا نفسي اعرف عبد الله جمال من ساعه ما جه مصر نسيني ليه؟ هو جه امتى؟ جه امبارح. انا امبارح ما كلمنيش من ساعه ما جه. يوزر بيزي. يا عم ده نايم نايم ده وعامل دونت ستيرب. انا عايز اعرف يعني انت ما بتحبنيش ليه؟ مش معبرني ليه؟ ليه ناسيني من حياتك كده؟ انا فين يا ابني من حياتك؟ يا عم ما انت ما بتعبرنيش انت كمان. يا ابني انا ببعت لك ما بتردش يا ابني. انت بتبعت لي وانا ما بردش. ايوه. عندك استعداد تحلف بالله؟ لا. الفلوج ده هينزل سنه كام؟ بعد بكره. قبل ما تختار الجيم بتاعك قول للست قول للبنت اللي واقفه كده على الريسبشن او الراجل، قول له انا عايز اخد لفه كده جوه الجيم، عايز اتفرج على الماشينز، عايز اشوف دي شركه ايه، مفيش مشاكل ان انت تجرب يوم. احنا بص عندنا هنا في الجيم مدلعيننا وجابوا لنا كده اول امبارح هاندلز مخصوصه، ايه رايك؟ شكرا كابتن بودي والله العظيم. تقييمك ليها كام من 10؟ ايه؟ تقييمك كام من 10؟ ما تعملناش خصم على الاشتراك عملوا لنا يا ابني شالوا 1000 جنيه. بجد والله؟ اه خلاص ماشي. كده كام من 10 بقى؟ 9.5 من 10. ده هنا عشان ما تلبسش هاند كافس، ف اختراع حلو. جابوها برضو هاند سنجل كده. دي فكرتها كلها ان انت تدخل صباعك من هنا وتمسك من هنا كده بالمنظر ده عشان ايدك ما تفلتش. برضو جابوا الروب الطويل ده عشان لو عايز تلعب بقى فول اوفر اي، تلعب بقى سنجل، تلعب اللي انت عايزه. يا ده هيحل في البول اوفر جامد صحيح. في برضو هاندل تانية كده قماش خالص نفسي اوريها لك. تعالى بص كده يا بسام. ايه ده؟ هاندل جديده تلعب بيها ترايسبس. تصدق دي تقريبا اريح من الثانيه. انا حاسس كده والله، حاسس كده بجد. يا لهوي طب هم مدلعيننا. رائعه. رائعه. طب ما يلا. طب ما ايه، انا عشان العب كده محتاج اقعد على ركبتي. خلاص العب بالثانيه. لا 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 حرام عليك. حلوه ايه؟ حرام عليك. بس ليه ليه العذاب ده؟ هي حلوه لو حد دراعه مثلا طوله كده. واحد بيقول لك ازاي انشف انا باكل من اكل امي. قلل كمياته. رب الزمالك يكسب 4 النهارده او 5 مثلا، نفسي اشوفها 6. ما تيجي نجيب تيشيرتات الزمالك معايا واحد الجديد. بتاع السنه اللي فاتت. تعال نجيب بتاع السنه دي. لا نفسي اجيب قوي بتاع السوبر الافريقي اللي هو الاسود ده. خش خلصنا الشيست فلاي اللي انا ما لعبتوش كده، متبقي الدكتورز، ولكن الكاميرا 6% واليوم لسه طويل، ممكن نسيب الكاميرا تتشحن شويه لحد ما نخش الدكتورز. يا كابتن في ورك اوت اللي على الترابيزه بتاعتك. بتاعنا اشيله؟ لا مش شيله، انا ممكن اخد نص كوب. ده ممكن تاخده كله. لا كده باقي الادكتورز كده انتوا عارفينها ازاي بتتلعب، ولكن لو عايزين نوريكم وان سيت ممكن نسيب الكاميرا تشحن شويه واجي لكم. بس انا شايف ان الكاميرا تتشحن اولى عشان النهارده يا جدعان ماتش الزمالك، هنكسب 6 نكسب 7. بس سامو احنا قلنا الزمالك هيكسب كام النهارده؟ ايه؟ قلنا الزمالك هيكسب كام النهارده؟ هيكسب 2-1 او 1-0 حاجه كده. مفيش 5 و6 اللي انا بقولها دي؟ اتمنى يعني. ما فيهاش. ها؟ حلم طب حياتي. هنجيب تيشيرتين زمالك؟ نفسي. طب ما يلا بعد التمرين بعدين اسيبك. يلا. هجيب اللون الابيض ده ولا الاسود لو لسه بيتباع؟ ممكن نجيب الاسود بتاع السوبر. عاجبني قوي ده. ماشي. يلا السلام عليكم برعايه الله. مش هنعرف نعيد التبس دي كلها من الاول. يا يا جماعه بصراحه احنا صورنا 20 دقيقه بوزنج والراجل عمل اقوى دبل باك بايسب في التاريخ. ولاد سبريد وبتاع ما بس طبعاً يلا مش قادرين نقول نفس التبس تاني، بس احنا ممكن نعرض على طول. بريس الاسكابلا بس ايه على طول بقى. يلا دبل باي كفايه. لا هات دبل باي من تحت. مش اهو بص. ماشي يلا على طول يلا. بس خلاص دلوقتي خلصنا تمرين. انا مش لابس مايك عامه، بس حاسس ان الصوت ممكن يكون مسموع كويس بما ان انا في العربيه وايه وقافل الازاز.
دلوقتي خلصنا تمرين، ولكن المفاجاه ان لقيت الساعه 3 والماتش الساعه 5:30. يبقى كده مفيش وقت ان احنا نروح نجيب ايه تيشيرت الزمالك، ولكن انا قررت ان انا اعمل مفاجاه لزعلان الغامدي واروح اشتري تيشيرتين زمالك، واحد ليه واحد ليا، واخش بيه بقى ايه، واخش عليه قصدي ايه بالتيشيرتات هديه، واديهم له بقى وانا رايح اقابله اقول له بص جبت لك تيشيرت الزمالك هديه مني ليك، يا رب تتمرن بيه. فدلوقتي قدام محل كده اسمه وان سبورت باين ولا مش عارف اسمه ايه، هو بيبيع تيشيرتات اوريجينال او تيشيرتات حلوه يعني بحس كلمه اوريجينال دي اي كلام يعني، بس التيشيرتات يعني الكواليتي بتاعتها كويسه. فننزل نجيب تيشيرتين زمالك ونروح البيت، نرد على الكلاينتس ونسلم العملاء برامج، عشان انا ايه متخفي من الساعه 12 دلوقتي بقت الساعه 3، وبعديها ناخد دش وناكل وننزل على طول. يلا بينا. الستايل الاقرب الى قلبي في التمرين كطدي. في ده بس الكواليتي بتاعته مش عجباني، المفروض ان ده اعلى كواليتي يعني. ماشي لو كده نجيب 2 اكس لارج ولا 2 اكس لارج، حاسس انا وبسام نفس المقاس يعني. يلا بينا. بقول لك ايه، انا رحت جبت لنا تيشيرتين زمالك وانا مروح، لو بعت لي فلوس اعمل لك بلوك، مش هتمرن معاك تاني. دلوقتي بقى ايه في طريقنا للبيت. طيب يا شباب، الوجبه المتينه فيها تقريبا 50 جرام بروتين وفيها 1100 كالوري، نقعد ناكلها خلص شويه شغل للعملاء. طبعا الاوضه مبهدله شويه بس يعني ايه انتوا بقيتوش ناس غريبه. يا جماعه بصوا يا جماعه، ده لوكال براند اسمه ليل، برشحه زي ما برشح الفانتو بالظبط. بصراحه عندهم حاجات حلوه قوي يعني. البرفيوم ده اسمه جريد، ده بيحكي روزيندو ماتيو 5، اقسم بالله جميل جدا تحفه. هو بس فكرته ان هو لسه ما نزلش عندهم، هينزل تقريبا يوم 11 كمان كام يوم اهو. تحفه يعني. فبصراحه البراند ده والفانتو الاثنين دول اضمنهم برقبتي. دلوقتي بقى ايه فكره رد على العملاء وتسليم برامج. ايه ده وجودي كمان رد عليا يا عبد الله. ألف مليون سلام عليك يا بودي. يعني والله العظيم ما عارف اقول ايه، كان نفسي اشوفك. خلاص ارتاح كده يا باشا اليومين دول، ولو عايزني اجي اعدي عليك ناقصك اي حاجه قول لي على طول. بسم الله. مولعه. كده الدكه كويسه جدا لارتفاع الصدر العلوي، ولكن برضو محتاج اشوف اداء. ليه محتاج اشوف اداء؟ لان وارد جدا وانت بتلعب الاقي ان انت بتعمل ارش كبير قوي، ففي الحاله دي محتاجين ان احنا نرفع درجه الانكلاين شويه، فاهمني؟ فهو في الصوره شكله تمام، لحد ما تبعت لي الفيديو بقى احدد ساعتها الدرجه دي مظبوطه ولا محتاجين نرفع الدرجه ايه، نرفع الكرسي درجه. صباح الفل، ازيك يا اسامه، ايه الاخبار؟ بص يا اسامه، هو الباقه البيزك بتكون المتابعه يوم جمعه بس، ولكن انا برد عليك اكسبشن يعني عشان ما تبقاش قاعد متسوح او في حاجه ناقصاك، فاهمني؟ ولكن خليك متاكد او خليك عارف ان الرد ده مش تبع الباقه خالص. طيب بص، انا كده اصلا فاتح الاستشارات بعد المده يعني بتاعتك ما تخلص. يعني لو انت مشترك معايا واشتراكك خلص في اي وقت مدى العمر بقى، عندك اي استفسار، عايز تاخد رايي في حاجه في البلان بتاعتك في تمرينك او كده، تقدر تبعت لي اي وقت. فانا عارف ان انت جاي كده بتقول لي اسبوع هتجدد ان شاء الله، ولكن انا برفع من عليك الحرج. حتى لو انت مش هتعرف تجدد الفتره دي مفيش اي مشاكل، انا كده هكون معاك. ابعت لي بس يعني وهتلاقيني موجود. طيب يا شباب، حاجه مهمه جدا، لان انا اكيد مش هخلي الفلوج كله ردود على العملاء، بس انا هاخد بس معلقه. والله العظيم بيصعب على الناس اللي بتنشف، في عظمه فايتاهم. واحد بيقول لي يا كوتش ما تورينا اغلى لبس عندك، قلت له اغلى لبس عندي؟ طب ما اوريك تيشيرت الزمالك اسهل. خدت احلى شاور وظبطت نفسي وجهزت ولا كني يعني عريس في فرحه، وراح اتفرج على الزمالك وهو بيروق الاهلي. فيها 3 فيها 4، قول فيها زي ما تقول. اخوان الفنا لدينا لا خوف علينا. يلا يا جماعه انا رايح اتفرج اهو، ومعايا احلى تيشيرت في الدنيا لاخويا بسام اللي هيشاركني في فرحه. جاهزين؟ والله العظيم كان عامل لي 14 دقيقه، قلت اما اصور الفيو الحلو الجميل ده بقى 39 دقيقه. ده بقى يا جماعه درس ان انت لا تمسك كاميرا ولا تمسك موبايل وانت سايق عشان هتتسوح. انا كده فاتني اول 10 دقايق من الماتش مثلا. طيب يا شباب، طبعا انا مش لابس مايك، مش مشكله. طيب يا شباب، احنا وصلنا اهو، واصل اون تايم.
5:30 الا دقيقة. الدقيقة دي عقبال ما نخش جوه الكافيه ناخد بقى ايه الموبايلات، نفتح العربية، المحفظة وشنطة ايه ده مالها ضيقة ليه كده؟ يا لهوي ايه ده؟ طب ماشي عادي نخليها في ايديا وانا لازم البسها. والشنطة وتيشيرت الزمالك بتاع بسام، ونقول يلا بينا. ايوه كده احبك كده احبك. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عم ده ايه؟ كافي. ده قول لي بس ده ايه؟ خلاص ما بقاش في حد بيسمع. طب ما تقول يا بسام ان انت فقدت الامل في الزمالك عشان كده غيرت. مستعر والله. صح كده؟ كنت واقف بره بتكلم، واقف بره في الثلج. يعني الزمالك لو كسب تلبسه؟ انت لابس تحت؟ طب الحمد لله الماتش يعني ايه خلص، واقدر اقول ان الفلوج ينتهي هنا لان انا بصراحه نفسيا تعبان. يلا الحمد لله. والله كنت حاطط بلانز للفلوج ده وان احنا هنروح وهنعمل وبتاع. انا دلوقتي رايح يعني ايه اخلص شويه شغل للبراند كده، وبعدين عندي شغل مع الكلاينتس، وبعدين تصبحوا على خير. هل الفلوج ده هيكمل؟ بصراحه مش عارف. لو رجعت البيت وكان فيها حيل ممكن اكمل الفلوج، ما رجعتش يبقى ايه ينتهي هنا. وفولو وسبسكرايب وكل الكلام اللي انتوا حافظينه ده عشان انا بصراحه انا هنا. يلا الحمد لله. احنا كده خلصنا استفسارات التمرين مش كده؟ خلاص تمام. نروح بقى للدايت من ساعه البلانز ما انت استلمتها اخر اسبوع دي ماشي ملتزم 10/10 صح كده؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. طيب في استفسار ايه بقى قول لي. اول وجبه طريقه الشوفان. تمام. الطريقه ما اعرفش تمشي مع نظامنا ولا لا. قول لي ايه الطريقه اللي طيب كوبايه كده تمام كبيره تمام 100 جرام وبحط عليه كيس سكر ستيفيا. تحط عليها كيس سكر ستيفيا تمام. ايوه وبحط فيهم ميه لغايه ما تفضيه شويه، يعني تفضيه حبه بس تطلع الشوفان حبه. تمام بحطه جوه الميكرويف 3 دقايق. تمام. بس بطلعه من الميكرويف بحط عليه 20 جرام عسل ومعلقه كده بحط قرفه. ماشي. النهارده تقريبا عشان من اكتر الايام اللي كنت بره فيها طول اليوم، وفي نفس الوقت عندي شغل كتير، وانا بالنسبه لي كشادي مش عشان بصور الفلوج والله ولا اي حاجه، ولكن سيرفيس الاونلاين كوتشنج عندي تفرق لي. لا تفرق لي لان انا ما بحبش ان حد يجي يكون اشترك مع كابتن شادي ومش هقول لك ما وصلش مثلا لريزلتس حلوه او مش ساتسفايد او كده، لا ان هو يشوفه عادي او يشوفه زي ما اشترك مع اي كابتن تاني. انا اي حد تاني اي حد بيجي يشترك معايا يقول لي والله انا كنت مشترك مع كوتش قبلك وبتاع، اول حاجه اقول له انا مش عايز اعرف مين الكابتن اللي قبلي، وده اي حد اشترك معايا عارف حاجه زي كده. لا بحب اعرف اسم الكابتن اللي قبلي، ولا احب اعرف كان شغال ازاي ولا اي حاجه، ولكن كل اللي بقوله له ايا كانت الطريقه اللي انت كنت شغال بيها فانا اوعدك ان انت تشوف سيرفيس فعلا مختلفه ومميزه. ومش بقول كده تاني اقسم بالله عشان الفلوج بس ده فعلا. واي حد اصلا اشترك معايا يبقى عارف الكلام ده، لان انا قلت له الكلام ده بالظبط ان انت فعلا تشوف سيرفيس انت ما شفتهاش قبل كده. فانا بالنسبه لي انا مش عايزه يشوف سيرفيس عاديه، يعني لو شاف العاديه دي كده انا ازعل، لو شاف السيرفيس اللي هي الطبيعيه اللي هو بيشوفها عند اي كوتش تاني ده كده ازعل فاهم. لا انا عايزك يا باشا اكون معاك لحظه بلحظه، انا عايز يا باشا ما سيبكش دقيقه، انا عايز كل حاجه تكون واضحه قدامك. انا لما كنت بحكي النهارده الصبح البسام لما كلاينت بس قال لي والله ده انا كنت فاهم الباكج غلط رغم ان هو طريقته ما كانش حلوه، وقال لي انا فاهم الباكج غلط، انا كنت فاهم حاجه وخدت حاجه ولقيت حاجه تانية رغم انه استلم البلانز والتريننج بلان. وعلى فكره انا عارف ان هو يعني ايه ايا كان، محدش عارف نوايا الناس بس انا عارف ان هو يعني ايه كده كان عارف البلان عامله ازاي لانه بيتاكد عليه مره واثنين وثلاثه، وشاف في الفورم وقعد 3 ايام وبعد ما استلم البلانز قال لي انا مش مسامح في الفلوس وبتاع. اول حاجه عملتها ايه في لحظتها والله في لحظتها قلت له اسمه حسن يعني، قلت له حسن صباح الخير الباقه 1 2 3 4 على العموم رقم تليفون اهو، حولت له فلوس كامله قلت له فلوسك معاك اهو وخلاص بس انا عايز اكلمك 5 دقايق.
فانا بالنسبه لي عمري ما كنت يعني في كباتن تانية اول ما تاخد الفلوس من الكوتش يلا يا باشا تريكن يا باشا رد عليك بعد 3 4 ايام يلا يلا يلا. عمري ما كنت كده، عمري ما كنت كده. طيب انا الفتره دي بصراحه مضغوط شويه. انا بعمل ابديت للسيرفيس بتاع الاونلاين كوتشنج بجد، دي هتكون النيو ويف، يعني دي النيو ويف من الاونلاين كوتشنج. مش عايز اتكلم في ديتيلز كتير يعني، ولكن هي هتطلع ان شاء الله السيرفيس الجديده دي في اخر اسبوعين من السنه دي، يعني من نص 12 برضو، ان يعتبر يعني الستارت الحقيقي او الفعلي من شهر 1 من 1/1 السنه الجديده. يبقى ده سيستم اونلاين كوتشنج تاني. لو انا كشادي مهتم بالعميل وعندي سيرفيس جامده دلوقتي، فاقدر اقول لك ان وقتها النيو ويف دي او السيرفيس الجديده دي هتكون تايمز 10. بس انا حاسس ان انا الالوان العربيه كده حلوه. فكنت بقول ايه بقى؟ كنت بقول ان انا عايز الف. ثواني يا جماعه. كنت بقول لو انا دلوقتي السيرفيس بتاعتي دي انا بهتم فيها بالعميل، فانا عايز السيرفيس الجديده دي اكون بهشتكه، اكون بدلعه. ده مش عشان حاجه، ولكن عشان عايز يكون يعني عارف في ناس كده، في ناس بالنسبه لها هو بيكون ساتسفايد باقل حاجه، اللي هو انا كوتش وشغال خلاص، عايزين ايه تاني من الدنيا؟ واحد تاني مثلا شغال شويه فيقول لك خلاص ما احنا شغالين واسمنا مسمع. انا بالنسبه لي كشاده بحس ان انا دايما مش مكتفي. انا شغال الحمد لله كوتشنج كويس، طب ليه ما اشتغلش احسن؟ طب انا دلوقتي سيرفيس شادي معروفه عامله ازاي، طب ليه ما تبقاش احسن؟ طب ليه ما تبقاش هي احسن سيرفيس اونلاين كوتشنج موجوده على الساحه؟ بحيث فعلا اللي بيجرب شادي عارف ان هو لو جرب في اي حته تانيه خلاص. مش عارف انا طفيت النور ليه. فشغال يعني على شويه ابديتس. فانا برضو بحب ان انا اشارك الناس حاجه زي كده. انا الفيتشرز اللي هحطها في الابديت بتاع الاونلاين كوتشنج مش حابب ان انا اتكلم عنها بصراحه. وده مش عشان الناس اللي بتتفرج، بالعكس، ولكن عشان في كباتن بتتفرج. ولكن انا بقى طالب حاجه منكم عادي، بما ان احنا يعني ايه بندردش سوا كده. لو انت في فيتشر معينه نفسك تشوفها لما تشترك مع اي كوتش اونلاين، مش لازم معانا، اي كوتش اونلاين شايف ان دي هتوفر عليك جدا، وهي مش عندي، ركز ان هي مش عندي، لان انا في حاجات كتير قوي الناس نفسها فيها بس هي عندي اوريدي الحمد لله يعني. فلو في حاجه معينه انت نفسك الكوتش تلاقيه بيقدمها ومش لاقيها عند شادي، حتى لو انت مش مشترك، يعني فتحت الويب سايت كده وشفته لقيت ان والله انت لو زودت دي هتكون مريحه ليك، يا باشا اكتب في الكومنتس وهتلاقيها اتضافت في النيو ويف بتاع